استني، قبل ما تعملي ورق العنب بالطريقة اللي انت متعودة عليها لازم تشوفي طريقتي. وانا متأكدة انك هتقولي عمري ما دقت ورق عنب بالجمال ده قبل كده. الطريقة اللي تخلي اللحمة دايبة، ورق العنب دايب، اللحمة متسبكة في نفس الوقت وطعمها يجنن، ويسألوك كمان عن الطريقة. حقيقي انفجار في النكهات مفيش بعد كده. هوريكي ازاي ترصيه وتسويه ويطلع معاكي دايب وفي نفس الوقت ماسك نفسه. حطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني، ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. بسم الله. اول حاجه هعملها هتبل اللحمه. هيكون عندي بصلايه وطماطمايه هفرمهم في الكبه ناعم، وبعد كده هيكون عندي معلقه من الملح، وكمان معلقه من فلفل الاسود، ومعلقه من السبع بهارات، نص معلقه من الكزبره الناشفه، وكمان معلقه من بهارات المحشي. بهارات المحشي دي بجيبها من عند العطار جاهزه كده، طعمها حلو قوي، فيها نعناع مجفف، فيها بابريكا، فيها طعم حلو قوي، وكمان ليمونه. تتبيله عاديه خالص خالص اللي هي تنفع لكل حاجه، اللحوم، البانيه، اي حاجه. هدعك البصلة كويس قوي بالملح والبهارات، وبعد كده هيكون عندي كيلو الا ربع من اللحمة الشرايح او اللحمة البفتيك. هعملها النهاردة بالبفتيك، تقدروا تعملوها بقطع عادي خالص. عملتها بالبفتيك لان انا مش هسوي اللحمة الاول، انا هعمل ني في ني، هعمل الحلة بتاعتي كلها ني في ني. طعم بيبقى رهيب يا جماعة، جربوا وقولولي. تبلت اللحمة كويس قوي، هسيبها في التلاجة على ما اشتغل في خلطة المحشي. هيكون عندي خضرة، حزمة من كل نوع، حزمة بقدونس، حزمة كزبرة، حزمة شبت، ولو الحزم عندكم صغيرة استعملوا حزمتين. هقطع الخضرة طبعا قبل التقطيع، غسلين الخضرة كويس جدا ونقعينها في مية وخل، ونصفيها حلو جدا جدا، ونبدأ نقطعها بالشكل ده واسيبها على جنب. وبعد كده هنعمل الخلطة. في الكبة هنزل بإيه؟ هنزل بحوالي 4 بصلات متوسطين، وكمان نص كيلو من الطماطم، وكمان واحدة فلفل كوبي أو فلفل رومي. فرمت البصل مع الطماطم لأن أنا هعمل ني في ني. ورق العنب يا جماعة في ناس بتسبك له، بس الطريقة الاسكندراني الأصلي بتتعمل ازاي؟ بيبقى كله ني في ني. حتى المحشي بيتعمل ني في ني، المحشي الكرنب، بس طبعا الكرنب بالذات بيبقى عايز تسبيك. خلينا في ورق العنب. عملنا ايه؟ 4 بصلات، حطينا نص كيلو من الطماطم، حطينا فلفلايه كمان بتدي ريحه حلوه جدا للخلطه، وهفرم كل ده ناعم جدا جدا في الكبه. يلا نحط البهارات والملح. هيكون عندي هنا حوالي 3 معالق صغيرين من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، او ممكن تزودوا شويه لو بتحبوا الفلفل الاسود يكون طعمه ظاهر، وكمان معلقه من بهارات المحشي اللي قلت لكم عليها، وكمان عندي معلقه كزبره ومعلقه كمون، وعندنا حوالي 10 ورقات من النعناع الفريش، قطعتهم بالسكينة كده، وهقلب الملح والبهارات والفلفل الأسود مع الخلطة الحلوة دي. قلبت كويس. هيكون عندي هنا بقى الخضرة بتاعتي. بعد كده هيكون عندي حوالي 3 كوبايات من الرز، هضيفهم كده يكون مسلوق ومتصفي كويس، وكمان عندي نص كوباية من سمنة على زيت، وأقلب. والخلطة هنا احتاجت طبعا صلصة، نص كيلو الطماطم مش كافي. حطيت حوالي معلقتين كبار من الصلصة، ممكن نزود عشان اللون يبقى متعزز، وكمان ليمونة كاملة كده على الخلطة. طبعا الخلطة دي خاصة بورق العنب بس. اقلب كويس جدا. خلاص انا كده راضية عن النتيجة، اللون حلو جدا، ما تقلقوش خالص، مش هتجي تسرد مية معاكم ولا اي حاجة. بصوا زي ما انتوا شايفينها كده زي الفل. الحلة بتاعتي هجهزها. عندي شرايح ليمون وبصل وبطاطس. رصيت الاول الليمون وبعد كده البطاطس، اكتر حاجة تتحمل معايا هي البطاطس، وبعد كده الطماطم، رشة ملح ورشة فلفل اسود لان ده خضار برضو لازم ياخد التحديقة بتاعته او الملح بتاعه. رشة زيت بسيطة كده، وهبتدي ان انا ارص اللحمة. انا عاملة زي ما قلت لكم حلة ورق العنب دي ني في ني، جربوها وقولوا لي. لو مش بتحبوا شكل البصل في الاكل، شيلوا البصل ده من على قطع اللحمة لان هي هتختلط بورق العنب. رصيت اللحمة بالشكل ده. رص كويس بقى اللحمة، ما تبقاش حتة كده عالية وحتة واطية. وهنبتدي نحشي ورق العنب. طبعا ورق العنب كلنا عارفين بيتعمل ازاي او بيتسلق ازاي. بنجيب ورق العنب نغسله حلو جدا، ونحطه في ميه مغليه وعليها شويه ملح، 3 دقايق بالكتير، وبنشيله. اهم حاجه وانتوا بتشتروا ورق العنب عشان يطلع معاكم دايب وحلو، تشتروا الورقه الخفيفه الناعمه، ما تبقاش خشنه وسميك.
يلا بينا نحشي. بمسك الورقة والجهة الخشنة بتكون من ناحيتي والجهة الناعمة بتبقى من تحت، وباخد شوية من الخلطة ميكونش كتير لأن الرز طبعا بينفش مع التسوية، وبنلف بالطريقة دي. باخد الجوانب يمين وشمال وبعد كده ابدأ ان انا الفها، وانتي بتقفلي احكمي القفلة حلوة قوي، وهكذا واحدة كمان. ولو الورقة كبيرة شوية بنقسمها على 2. وطبعا الخطوة دي مش محتاجة شرح، كلكم شطار. اهم حاجة في ورق العنب ان انتي تحكمي قفلته قوي عشان ما يفكش معاكي في التسوية بس. وده شكل صباع ورق العنب اللذيذ. تعالوا اوريكم ازاي نرصه بشكل لما نيجي نقلبه ما ينهارش. بلف الكمية كلها وبسيبها على جنب، وفي الاخر خالص برص الصينية بتاعتي عشان تطلع الرصة مظبوطة. برصها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش بنرصه كده ورا بعض ورا بعض، لا برصه جنب بعض بشكل دائري بالظبط كده زي ما انتوا شايفين معايا. بالنسبة للتسوية هيكون عندي مج ونص من الشوربة، او لو مش عندنا شوربة ممكن مكعب مرق، وتكون الشوربة او المية اللي هنحطها تكون دافية، ما تكونش لا سخنة قوي وما تكونش كمان ساقعة خالص. بحط شرايح من الليمون على الوش وما نكترش في الليمون عشان ما يبقاش مزز ومحدق معايا. تعالوا اكلمكم بقى على التسوية. تسوية المحشي ورق العنب بتحتاج نار هادية شوية. في البداية انا بحط الحلة على نار عالية لحد ما تغلي. انا لو بحط طبق ولا حاجة، المهم بس ما تعلوش النار على ورق العنب، يعني النار تبقى متوسطة. اول ما الحله توصل معايا للغليان اروح مهديه النار حتى لو فيها لسه شوربه، بهدي النار خالص، احط معلقه سمنه واغطي الحله، اسيبها نص ساعه ساعه الا ربع. هياخد معايا ورق العنب بالظبط ساعه ساعه، وهيكون معايا الورق دايب، الرز مش معجن ومفلفل في نفس الوقت. بصوا الفلفله واللحمه دايبه خالص يا جماعه، شفتوا الذوبان؟ في منتهى اللذاذه، في منتهى الجمال. زي ما قلت لكم لو مش حابين قطع البصل تكون باينه في الحله بتاعت ورق العنب بتاعكم، شيلوا البصل بتاع تتبيله اللحمه علشان يطلع الورق رايق كده، بس احنا عادي ما بتفرقش معانا، احنا بنحبه كده. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفوني. اشوفكم على خير في وصفه جديده وفيديو جديد. بحبكم في الله ومع السلامه.